اللي عاوز ينجح في مصر لازم يكون أذكى من السيستم مش جزء منه. في الفيديو ده هنتكلم عن 6 نصايح كان نفسي حد يقولهم لي قبل ما اتخرج من الكلية واتحدف في الحياة العملية دي ويداس عليا. أول حاجة اعتمد على نفسك، محدش هيعلمك حاجة، ولا أستاذ ولا استشاري ولا سينيور دكتور. اللي انت عاوز تتعلمه روح دور عليه اتعلمه من على اليوتيوب، اتعلمه من كتاب، روح احضر وركشوب، روح احضر محاضرة، روح خد كورس متعلق بالمجال اللي انت عايز تدرسه. اما اللي هيعتمد على ان المستشفى هتخرجك كدكتور احسن واحد في العالم، انسى الكلام ده مش هيحصل. تاني حاجة استثمر في وقتك. وانا صغير كنت فاكر ان انا عندي وقت اروح واخرج واجي واعمل كل اللي انا عايزه، ولكن انا ما كنتش واخد بالي ان ده وقت له تمن. لو كنت استغليته في حاجة صح كان زماني بقيت في نقطة تانية. أنا الحمد لله راضي جدا عن اللي أنا وصلت له النهاردة، ولكن لو كنت خدت بالي من الوقت ده وكنت استثمرته في حاجة أفضل كان زماني ممكن بقيت في مكان أفضل شوية. وده هياخدنا للنصيحة التالتة من النصايح اللي كان نفسي حد يقولهم لي قبل ما أتخرج من الكلية. تالت حاجة وهو إنك تتعلم أكبر قدر ممكن من الحاجات اللي ملهاش علاقة خالص بالطب. بصوا يا جماعة، الطب بيسحل، المذاكرة فيه ما بتخلصش. هتخرج من امتحان هتدخل على امتحان تاني، من العيادة للمستشفى لوركشوب لمحاضرة لمعرفش إيه. هتوصل لمرحلة إن حياتك كلها عبارة عن طب. النكت اللي بتقولها طب، القلاشات طب، الميمز اللي بتشوفها في أي مكان هتكون طب، كل حاجة في حياتك هتكون طب. فلازم تكون بتعرف تعمل حاجات بره الطب، حاجة تعرف تخرجك منه، حاجة تتعلمها لما كهرباء عندك في البيت تضرب تبقى انت عارف ازاي تتعامل معاها، في زرار كهرباء يبوظ يبقى انت عارف ازاي تصلحه، اللمبة عارف ازاي تغيرها، جبت غسالة جديدة تعرف تركبها ازاي، جبت تلاجة مش عارف تعمل ايه، تبقى انت عارف تعمل الحاجات دي من نفسك. ما تستناش ان حد يجي يعملها لك. يا فرحتي بيك وانت الاول على العالم في الطب، بس انت ما بتعرفش تعمل الحاجات البسيطة دي، انت كده في الاخر فاشل. رابع حاجة ودي من أهم الحاجات، إنه عيلتك رقم واحد. في مرة سمعت عن واحد من أشهر أطباء الأسنان اللي موجودين في مصر بيتكلم عن إنه بيشتغل طول النهار وبيروح آخر اليوم حوالي 5 دقايق بيقعد فيه مع أولاده، يلعب معاهم في ال5 دقايق دول ويتكلم معاهم كلمتين وبعد كده يطلع ينام ويصحى تاني يوم الصبح يكرر اللي هو عمله ده تاني. اللي هو وات يعني معلش، انت مين بيربي عيالك؟ ايه القيم اللي هم بيتعلموها منك؟ دورك كأب في حياتهم انت فين؟ معلش، انت بالنسبة لهم ما كانت فلوس، بتديهم الفلوس او الهدية اللي بترجع لهم بيها اخر اليوم فبيفرحوا بيها ويدوك الاحساس ان انت احسن اب في الكون، وهم يمكن فعلا بيقولوا لك انت احسن اب في الكون، ولكن جرب تمنع عنهم الحاجة اللي انت اتعودت انك انت تديها لهم كل يوم. في الاخر انت بالنسبة لهم هتبقى عمو اللي بيجي يزورنا اخر اليوم وما عادش بيجيب لنا الهدية او بيجيب لنا اللعبة اللي احنا كان نفسنا فيها. خامس حاجة انك انت تستمتع بكل لحظة في حياتك، بكل انتصار صغير انت تعمله في حياتك. استمتع بأول لحظة انت السينيور بتاعك واثق فيك انك تحط ايدك على عيان وتكشف عليه، بأول مرة انت خيطت فيها عيان وعملت أول غرزة، بأول دعوة عيان دعاها لك وقال لك روح ربنا يكتر من أمثالك أو أيا كان قال لك إيه، من أول كلمة شكر اتقالت لك، أول محاضرة طلعت فاهم منها حاجة وعرفت تطبقها في الحياة العملية، أول CT عرفت تقراه كويس وعرفت توصل لحاجة فيه، أول تشخيص لعيان عرفت انك انت تشخصه صح، أول روشتة دواء عرفت انك انت تكتبها. استمتع بكل لحظة، بكل انتصار انت عرفت انك انت توصل له. هتوصل لمرحلة من الإشباع النفسي انك انت انا الحمد لله انا في انتصارات صغيرة، تيجي تبص على نفسك اخر السنة ده انا عملت 1 2 3 وهتلاقي نفسك فعلا حققت حاجة. ما تأجلش الفرحة او الانتصار او الاحتفال بالانتصار لمثلا بعد 5 سنين. نفترض انك انت مثلا الطموح بتاعك انك تاخد ماستر في كارديولوجي مثلا او في سب سبيشاليتي مثلا معينه، بعد 5 سنين تيجي توصل، بعد 5 سنين تيجي تبص حواليك هتلاقي في 500 واحد ولا 1000 واحد في نفس الدفعه بتاعتك عاملين نفس الحاجه، فهتلاقي ان هو دي حاجه عاديه وانت ما استمتعتش بيها ولا فرقت، وللأسف الحاجة دي ساعتها مش هيبقى ليها أي طعم خالص. سادس حاجة هو إنه ضحكوا عليك وفهموك إن أحسن دكتور في الدنيا هو اللي حافظ كل الجايد لاينز، هو اللي حافظ كل الرير سيندرومز، هو اللي حافظ كل الدوزز بتاعة الأدوية، هو اللي حافظ الكتاب من الجلدة للجلدة. ضحكوا عليك،
ده مش أحسن دكتور. أحسن دكتور هو اللي بيعرف يسمع للعيان، هو اللي بيعرف ينزل لمستوى الفهم والمستوى العقلي بتاع العيان، هو الدكتور اللي بيعرف يأدرس كل الconcerns بتاعة العيان، هو الدكتور اللي بيعرف يbreak الbad news، هو الدكتور اللي بيدسكاس مع العيان السبل أو كل الأدوية المتاحة أو كل العلاجات المتاحة للمريض ده، وبتدّي له الoption إن هو يقرر. الدكتور الشاطر هو اللي بيعرف يشرك العيان معاه في خطة العلاج نفسها، مش مجرد إنك أنت دكتور وعندك العلم فأنت بس بتروح ناحية الحاجة دي. إذا كنت أنت جراح فيبقى العلاج جراحي، إذا كنت أنت طبيب باطنة يبقى العلاج من باطنة. كل ده علشان تفضل حاجز العيان معاك أكبر قدر ممكن وتقدر تاخد منه فلوس أكبر قدر ممكن من الفلوس. أنا عارف إن الكلام ده بيزعل، ولكن ده الواقع اللي بيحصل في كتير من الأحيان. أشطر دكتور هو اللي بيبقى عنده communication skills كويسة، هو اللي بيعرف يcommunicate مع العيان، بيبقى فيه eye contact معاه، مش مجرد واحد جاي حاطط إيده في جيبه وبعد كده بيروح يقول للعيان أنت عندك كذا 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 وهتاخد العلاج كذا 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 و5 دقايق وقلب العيان ومع السلامة يلا وهات اللي بعده. أنت مش أحسن دكتور، أنت كده دكتور فاشل، أنت مش أحسن دكتور أبدًا. الدكتور الشاطر هو اللي بيعرف يبريزنت الحالة صح، هو اللي عنده أمانة، هو اللي عارف يحافظ على الconfidentiality بتاعة الdata بتاعة العيان، مش يطلع مثلًا في الميديا ولا يطلع على التلفزيون أو أيًا كان ويتكلم يقول والله أنا عندي العيان فلان الفلاني ومن البلد الفلانية وكان عنده مثلًا كذا وأنا عملت له كذا. أنت بتفضح العيان، دي كلها data أنت ما ينفعش تطلع تتكلم عنها. في حاجة اسمها confidentiality، لازم يكون عندك أمانة، أمانة في إنك تحافظ على حاجة، وأمانة لما أنت تكون بتدسكاس الحالة مع دكتور تاني أو بتريفير في المستشفى العيان ده لدكتور تاني أو لتخصص تاني. لازم يكون عندك أمانة في الداتا اللي بتبلغها للدكتور التاني، مش مجرد إنك أنت عايز تلبس العيان ده للتخصص التاني وخلاص وتمشي. يا جماعة الجايد لاينز موجودة في كل مكان، النايس جايد لاينز، الBTS، الALS، الATLS، كل الحاجات دي موجودة على النت. انت مجرد ما انت هتتزنق في جايد لاين افتح الموبايل بتاعك شوف انت عايز ايه وخلاص مع السلامة، مفيش فيها اي مشكلة. ولكن الكوميونيكيشن سكيلز دي حاجة بتتبني على مدار السنين، حاجة بتتعلمها، خبرة بتكتسبها. اشتغل على الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك من دلوقتي. كل الدوزز بتاعت الأدوية موجودة على الBNF، موجودة على النت. انت بس اكتب اسم الدواء وبعدها BNF هيطلع لك الدوز بتاعت الدواء وبتستخدمه في ايه وكل حاجة. اي واحد في الشارع ممكن يعملها، اي واحد بيعرف يقرا كلمتين انجليزي يعرف يعملهم. انت الفرق ما بينك وما بين التاني ده ايه؟ اخر حاجة وهتبقى موضوع الفيديو اللي جاي ان شاء الله، هو انه دايما خلي عندك بلان بي، ولو انت عايش في مصر يبقى لازم يبقى عندك بلان سي ودي وإي. سلام.